مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم روتين البيت أهلي، طبعا لمة البنات ولمة الخوات اللي ماكو أحلى من عدها. بالبداية تريقنا، قليت بيض وأجبان هالقاسم الله، وأخذت لكم لقطة من كل شيء. وكان الغدا ماما ناوية سوينا دولمة، بس واحدة من خواتي كان عاجبها مطبق سمك. طبعا عصرت كلها كمية الليمون للدولمة، بعض الأحيان نحط لها ليمون وبعض الأحيان نارنج، بس على الأكثر نارنج. طبعا جدتي اللي رايدة مطبق سمك، جدتي وجابت لنا القهوة والتريتشيلا من ربع ألوان. طبعا القهوة المفضلة أكيد بندق، والحلا يكون مالتها وسط. طبعا هنا ماما بدها تطلع السمك اللي عندها وكشرة البصل، نقعة تمن عنبر. وهنا أنا أخذت لكم كم لقطة من الدولمة. طبعا أنا ما لحقت أخذ لكم من ماما لفتها وهاي، لأن هي لفتها قبل يوم، وبدت ماما تثرم البصل اللي مطبق السمك وحمسته. طبعا مطبق سمك موجود بقناتي بالفيديوهات القصيرة إذا تحبون تشوفوا شلون. طبعا خلت ملح، سماق، كاري، مثل ما تشوفون، وهيجي تملحها كلش زين وتحطها على صفحة. هنا البصل بدأ يذبل، السمك صار جاهز للتقلى، والدولمة صارت جاهزة، بس هم بعد لازم ينشف الماء مالتها. لما استوى البصل خلينا عليه الكشمش، وراه كركم وملح. ماما حطت له رشة كركم ورشة ملح وحمسة بسيطة وتطفي. وهنا هم التمن مال مطبق سمك هم حطت له شوية كركم، وأكيد لازم ملح. وبدأت تتقلي ماما بس السمك. طبعا أحد المتابعات تقول لي ساعة سمك وساعة سمك، صحيح، هو اللي يجي على الثاني أنا أقوله عادي، مرات هيك ومرات هيك. هنا أنا هدرت التمن وصفته، هتخليه يتهدر على كيفه. وهنا أنا السمك استوى، ماما صفته بالجدر وخلت السمك وكشمش وراه التمن وحطته على النار. لازم ما تحطوه هواية، بس يتهدر على مود لا يحترق السمك من جوا، لأن هو محمص شيء أكيد. هذا المنظر الدولمة رهيب، الطعم يموت، ولازم ويا السمك طبق السمك والدولمة أكيد حبشكلات البصل والطرشي. هنا المنظر اللي ما يقاوم، طبعا أحلى من أي لوحة فنية مرسومة والله، والطعم يجنن يعني جد ما تاكلون من عنده ما ينشون من عنده مطبق السمك اللي ماما سوي على طريقتها. وأكيد الدولمة كانت ملكة الساحة، بس أنا أكثر شيء بصراحة أكلت مطبق السمك لأن ما يتقاوم وما يتفوت. إذا عجبكم هذا الفلوق لا تنسون تتابعون قناتي والإعجاب والاشتراك، وعم يوصلكم كل جديد، كل شيء أنشره يوصل لكم. باي باي.